وين جبهة خط نار، وعندنا تقريبا لل50 80 طالب. وسألنا الأهالي الكل قالوا بدنا يعني طالبوا انه نفتح المدرسة، بالرغم انه جبهة خط نار طالبوا انه نفتح المدرسة يعني مشان يتعلمون الأبناء. وفتحنا المدرسة على المجمع تل تمر طبعا، ولبونا كل المستلزمات من طاولات من مقاعد من طباشير من أوراق من إضبارات، كل شيء لبونا بالمجمع، من خزانات مية، ورممونا المدرسة ودزونا خزان تنظيف شطفناها كلها ونظفناها. وقاموا الطلاب يتوافدون يعني حتى من القرى الغير قاموا يجون هنا على المدرسة. الاجتياح التركي يعني يشوفونا من هنا ومغابيلهم يعني على قولهم فاتحين مدرسة وقاعد يدرسون ومع الإدارة الذاتية، يعني استقصدوا المدرسة إن لأن ندرس مع الإدارة الذاتية. قاموا بغصف المدرسة لأنه قالوا المعلمين يعني ما بطلوا ولا شيء. تخيلي لو موجود كان الطلاب أثناء القفص، يعني القصف 84 طالب والأساتذة 10، هاي 94 طالب، يعني قولي 100 شخص. يعني تخيلي لو أنه المدرسة منضربة والطلاب والأساتذة موجودة، مو جريمة إنسانية من الاجتياح التركي؟ وتضررت مثل ما انت شايفة دهجي، يعني 3 غرف راحت بنوبة دمار، بمستلزمات زاد للإدارة، خزانات شغلة زاد كلها راحت، الكتب، السقف نزل على الأرض، يعني مثل ما انت شايفة دهجي. الحيطان كلها بلقاع، المقاعد، الألواح، السور كله انهد بنوبة. يعني جريمة إنسانية، جريمة حرب، واستقصد بها الطلاب انه شلون قاعد يدرسون مع الإدارة الذاتية الطلاب والأساتذة. البيان المطيته الأمم المتحدة أن نقاط عسكرية ما في منه من الصحة 1%، انه في مدرسة عندنا في القرية وفي مدرسة هون وفي مدرسة بالمحل كلها مداومة وبيها أساتذة وبيها طلاب، ما في بنوبة. يعني الموضوع هذا خالي الصحة، مو موجود منه حتى 1% صح. خلي ما عليه شيء، خلي يستنتجوا ويجي يشوفوا بعينهم انه مزبوط هالحكي ولا مو مزبوط. خلي يشوفوا مثلا هالخراب صار هنا، انه يعني تا يفترضون انه مو جريمة إنسانية لو الحظ التلاميذ والأساتذة كلهم موجودين أثناء القصف، انه الأمم المتحدة تجي تشوف الحكي بعدين مثلا تنشر، مو تنشر هيك حبر على ورق. الحكي هذا مو مزبوط منه، واصلا الإدارة الذاتية هي ما تقبل هالشيء هذا. سوريا الديمقراطية إدارتها إدارة حكيمة، اصلا ما تقبل بالحكي هذا، ولا بوحدة يعني مدرسة بنوب نقطة عسكرية. أخلت بالقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، يعني لا المشافي لازم ما تنضرب، المراكز الصحية لازم ما تنضرب، المدارس لازم ما تنضرب، هاي كلها قاعد يضربونها بالمقدمة. يعني ما بي من وين المعاهدات وين الاتفاقيات؟ على اساس كل ما يسوون شغله اتفاق دولي معاهده دوليه، ايماني شايف شيء من كلها مستقصده انه تضرب المراكز الصحيه، المشافي، المدارس، هاي لازم ما تنقصف. طيب انه كله بيها مدنيه استهداف اكثر للمدنيه. يعني تحجي مثل المدرسه هاي منو بيها؟ مو مدنيه، بيها اساتذه وطلاب. وطالب من الامم المتحده زادينيه تجي مثلا لجنه تنظر للمدارس، انه تشوف انه هالمدارس صحيح نقاط عسكريه ولا لا، تشوفوا بعينها هالشيء. انه يعني الاجتياح التركي اخص نص مستهدف النقاط المراكز هذه مشان المدنيين مو مشان العساكر، لان ما يوجد بها عسكري واحد. طالب من الامم المتحده بتشكيل لجنه تزور المدارس والمراكز وكل شيء، يعني انه يدعون انه صاير نقطه عسكريه، ويشوفوا بعينهم انه نقطه عسكريه ولا تشتت إنساني. يشوفون انتهاكات الدولة التركية بحق المدنيين والمدارس والمراكز الصحية، انه دحجي مثل المدرسة هاي يسوى بيها.